بونجور. فلوج النهارده هيبقى لحظة بلحظة. نسلم على بندقية فستقية اللي نايمة دي. خولوجو. هاي تاني. دلوقتي الساعة 9 الا ربع، وانا ساعة لما كنت بكلمكم كانت 8:10، فجهزت في نص ساعة. لطيف يعني، وقت قياسي. عارفة اخد السكتش بوك دي ولا اخد السكتش بوك بتاعتي اللي هي زي الأجندة دي؟ مش عارفة، خلينا في دي احسن. عايزه اخد معايا حاجه الحبر تحبير، بس حاسه الموضوع هيبقى اوفر، بس هنشوف. ناخد بس الاول البتاع اللي بنسند عليه عشان نعرف نرسم، والمقلمه. المقلمه اوريدي فيها الحبر الشيني، بس لو هاخد بقى هاخد البرطمان بتاع الميه ولا ايه؟ مش عارفه، هاخده خلاص. هننضف الشوسير قبل ما ننزل. عادة ما بوسخش الجزمة بتاعتي، يعني الجزم بتاعتي ما بتبقاش متوسخة قوي، بس يوم السبت رحت مسجد ابن طولون، ومع ان كنا لابسين حاجات كده في رجلينا اللي هي اللي لونها ازرق دي، بس الشاسير اتوسخت برضو، مش عارفة ليه، بس مش مشكلة ننضفها. ده الفاينل لوك. طبعا الشنطة مش لايقة، بس انا مش عايزة البس الشنطة السوداء، ودي بتشيل كتير، حمالة اسية، فهو ده الشكل النهائي. هنقفل بقى الدنيا سامعين؟ دي صورة النجم على إذاعة القرآن الكريم. صورة النجم بقالها فترة بسمعها بالصدف، وبسمعها كتير، ولسه سامعة التدبر بتاعها بتاع المهندس فاضل سليمان. الصورة دي خطيرة. هنزل، هروح اركب بقى ونشوف هنروح فين. الكافيه كان زحمة قوي، ف هو مش قوي، هو زحمة بس مش قوي. فانا بفكر كده ايه، اتمشى لغاية لما اوصل مثلا للسيلانترو. شغلت الجي بي اس، وبيني وبين سيلانترو 5 دقايق مشي. الدكتور مراد قال لنا انزلوا معادي وسط البلد قرب الحتت دي وصوروا، وانا كنتش هعمل كده، كنت بصراحة مكسوفة، بس اهو في حاجات ينفع اصورها. الدنيا مطينة، في طينة كتير مطرح المطرة بتاعت امبارح. يعني انا يا زلمة خط امشي ازاي؟ يا خسارة الجزمة اللي اتلمعت. كنت زعلانة من التراب بتاع ابن طولون، جالي طينة المعادي. والله لو الشارع مش فاضي كنت هتكسف قوي اعمل كده. انا جنب بكير دلوقتي، هروح اسأل على قلم سن الريشة. هي يعني يعتبر ده اللي عندي كاليجرافي دلوقتي. مش عندها غير البلاستيك فجبته، كان ب120 جنيه. هنجربه. واخيرا وصلت عند سيلانترو، ابتدى يظهر له ملامح اهو. انا بجد مشيت اكتر من 5 دقايق. طبعا انا الشاصير بهدلت السنين من الطينة، بس مش مشكلة. حاجة بشربها أو أكلها، وبعد كده هبدأ أعمل الأوتلاين بتاعي. هجرب السن الريشة، شكلي هبوظها. خلصت. عديت على المكتبة جنب بيتي كده، جبت فرخ ورق. مشيت كتير قوي النهارده. الساعة دلوقتي 1:10. يا بندق، الولد اللي في المكتبة اللي جنب البيت عندي ده استفزني قوي.
كسلان، مش عايز يعمل حاجه، مش عايز يدور على حاجه. كده انا فضيت الشنطه وبهدلت المكتب. فكده كده اصلا مكان الحاجات اللي ليها علاقه بالرسم بتاعي كله فوق بعض. هخش اظبط نفسي كده واشوف هعمل ايه تاني، بس اعتقد ان الفلوج كفايه عليه كده عشان انتوا زهقتوا وانا زهقت. واشوفكم في فلوج تاني. باي.